السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفاضل أينما كنتم حياكم الله. نحن اليوم الجمعة السبت 10 فبراير 2024 والساعة 10:22 مساء بتوقيت الجزائر، وهذا حديثي إليكم مباشر عبر اليوتيوب والتيك توك. أزف اللون إخواني، حياكم الله أينما كنتم، حيا الله الأحرار أينما كانوا. حديثي إليكم اليوم سيكون مختصر، وراح يكون الجزء الأول حول ما يجري من توحش وبربرية قل لها نظير في غزة وبعض التطورات هناك، ثم بإذن الله حديث عن الوضع في الجزائر. حاول قدر الإمكان يكون مختصر في الموضوعين. بداية في غزة كما تلاحظون هناك جدال وحديث وحتى غضب من بعض الدول بعدما أعلنت الكمشة الصهيونية التي تتحكم في ما يجري وفي الحرب، وعلى رأسها نتنياهو، أعلنوا من أنهم سيهاجمون رفح. ورفح كما قلنا أمس وكثير منكم يتابع ويعرف ذلك، هي مدينة صغيرة في الأصل، عدد سكانها في حدود 200 ألف في الأيام العادية. وعموما غزة هي كلها قطاع صغير عبارة عن 364 كيلومتر، أي أنها واحد إلى أكثر من 7000 من مساحة الجزائر. يعني تضع 7000 غزة ويبقى لك في مساحة الجزائر. هذه غزة الصغيرة التي قلبت العالم. غزة الصغيرة سيتوقف تاريخ طويلا جدا عندها، وهو يتحدث عن الجميع، عمن قام بماذا وكيف، عن التوحش الصهيوني، عن الدعم الغربي غير المسبوق، عن سكوت القوى الكبرى الأخرى مثل روسيا والصين، عن تواطؤ كثير من الأنظمة العربية، عن سكوت أنظمة أخرى، عن الألاعيب والكذب، وأن غزة تقريبا وجدت نفسها وحدها مع أحرار العالم. سيتحدث العالم أيضا عن المظاهرات والاحتجاجات التي عمت العالم كما لم يسبق لها مثيل، يتوقف عنها التاريخ طويلا. خاصة أن هذه المظاهرات أحدثت قلق، ليست فقط المظاهرات اللي عرفها فيها الآلاف أو عشرات الآلاف أو مئات الآلاف، واللي عرفتها كثير من العواصم الغربية والمدن الغربية، واللي حقيقة أظهرت إنسانية الإنسان ووقوفه مع المستضعف، عكس الحكومات الغربية في مجملها. فالحكومات الغربية إذا استثنينا منها 4 أو 5 حكومات اللي كان عندها موقف منذ البداية، موقف معقول أو مقبول أو حتى جيد. إذن سيتوقف التاريخ طويلا أيضا ليتحدث عن كيف استطاع ناس في الولايات المتحدة أو في بريطانيا أو من الاحتجاج داخل شركات تدعم هذا الكيان الصهيوني، حتى أن بعض الشركات بدأت تنسحب. شركة زارا مثلا أعلنت من أنها أغلقت كل فروعها، وهي أكثر من 100 متجر في الكيان الصهيوني، وهذا موقف نتيجة لغضب عالمي ضدها بعد أن أقدمت على نشر موديلات وكأنها تستهزئ من أطفال غزة، مما أثار ضدها غضب عالمي. الماكدونالد اللي اضطر إلى أن يخرج أكثر من مرة تصريحات بأنه لا يدعم الكيان الصهيوني. شركات كثيرة أصبحت تقول أنها لا تدعم الكيان الصهيوني. شركات أخرى أصبحت تدعم في السر أو قطعت هذا الدعم. كثير من الشركات لم تعد تستورد من الكيان الصهيوني، أو حينما تستورد تغير التيكت وتغير الورقة أو لا تكون مكتوبة على المادة وتقول وتنسبها إلى دولة أخرى. كثير من السفن المتوجهة أو التي تمر عبر البحر الأحمر أصبحت تعلن صراحة من أن لا علاقة لها بإسرائيل.
وكثير من الشركات بدأت تغادر الكيان الإسرائيلي أو غادرت نهائيا. هناك من أوقفت أعمالها نهائيا. 80% من الناس اللي كانوا يزوروا إسرائيل لم يزوروها في هذه الفترة. منهم حوالي 70% من اليهود لم يذهبوا إلى إسرائيل في هذه الفترة. عشرات الآلاف من اليهود غادروا، وبعضهم قال إلى الأبد لن يعود إلى هذا الكيان. وانقسامات في الجامعات الأمريكية التي كانت بالطبيعة بالتعريف بار ديفينيسيون كما يقال موالية للكيان الصهيوني، أصبحت هذه الجامعات في أغلبها منقسمة على نفسها. أغلبية الشباب في الغرب يصل أحيانا إلى 50% ممن يكرهون إسرائيل ويعترضون على حربها، وبعضهم يطالب بتفكيكها. حتى هنا في بريطانيا الشباب ما بين 18 و 24 سنة 34% منهم قالوا من أنهم ضد إسرائيل وهمجيتها وما تقوم به. كل هذا وغيره في الحقيقة، ربما ذلك نشوف بعض الصور أيضا، يقول لنا أن العالم يتغير. نعم، بثمن باهظ جدا، وهو عشرات الآلاف من القتلى شهداء بإذن الله، عشرات الآلاف من الجرحى، يقتربون من 70,000 جريح. والآن العدد القتلى يقترب أيضا من 30,000، وإذا أضفنا لهم اللي تحت الأنقاض فهم يتجاوزون 30,000 أكيد. وشيء كل العالم عبر بأن هذا غير مسبوق. ما كانش العالم الخارجي يتوقع أنه ممكن أن تقدم دولة تسمى أنها ديمقراطية، وأن عندها أقوى من أقوى الجيوش، وأن عندها احترام حقوق الإنسان إلى آخره. نحن نعرف أن هذه كانت كلها كذب، لكن هذه الصورة اللي كانت نتاع هذا الكيان الإسرائيلي. لم يكن أحدا يتوقع أن يقدم هذا الكيان على هذه الجرائم البشعة. وحتى تبريراته نتاع أن قتل له 1200 يوم 7 أكتوبر وجرح له الآلاف، الكثيرين قالوا له هذا لا يعطيك الحق فيما تقوم به. لكن اللي زاد حقيقة ربما صدم الكثيرين هو وقوف الغرب خاصة في الأشهر الأولى مع هذا الكيان، إلى درجة أنه قالوا أنه من حقه أن يدافع عن نفسه دون شروط، ودون احترام للقانون الدولي، ودون احترام للمعاهدات الدولية، ودون احترام لما هو معروف إنسانيا، دون شروط. طبعا الأمور تغيرت الآن، لكنها ما زالت لم تتغير بالشكل اللازم. فمثلا أمس واليوم خرجت عشرات التصريحات من مسؤولين غربيين بما فيهم مسؤولين أمريكيين لتقول أن الذهاب إلى رفح خطأ، وأنهم لا يدعموا. الولايات المتحدة قالوا أنهم لا يدعموا عملية في رفح. أول مرة يقولون أنهم لا يدعموا. معلوم أنهم دعموا كل الدمار هذا في غزة. خرجت وزيرة الخارجية الألمانية أيضا، وألمانيا هي من أكثر الداعمين للكيان الصهيوني مع الولايات المتحدة، لتقول أنهم يرفضون ذهاب الكيان الصهيوني لرفح. وفي الحقيقة موجود هناك هذا الكيان ويقتل هناك. اليوم فقط قتل وجرح العشرات في رفح، لكن الحديث هو على عملية برية قد تؤدي إلى مقتل الآلاف وجرح ربما الآلاف أو أكثر، وهذا بالنسبة لهم سيكون مفزع. الحقيقة يوم وجدنا هذا الاعتراض حتى من دويلات التواطؤ والمؤامرة والتآمر اللي احنا نعرفوهم، سواء دويلة المسخ الإمارات، أو دولة بن سلمان، أو دولة السيسي. حتى هؤلاء خرجوا ليقولوا رفح يجب أن لا تكون هناك عملية، بل أن السعودية دعت إلى أن يكون هناك موقف مجلس الأمن. السعودية والإمارات والسيسي وملك عبد الله وكل هذه الأصناف والميليشيا تاع عباس، هذه الخمسة بالذات، تقدر تزيد معاهم البحريني، هؤلاء كلهم كانوا يعتقدون أن الكيان الإسرائيلي سينهي الأمر خلال 4 أسابيع، أقصى تقدير 5 أسابيع. وقد يقول لي قائل من أين أتيت بهذا اللفظ؟ فالحقيقة هناك كثير من الشهادات والكتابات والتصريحات واللا موقف والموقف إلى آخره. لكن
هناك حادثة، وهو اجتماع ما يسمى بالقمة العربية الإسلامية التي تمت متى؟ في 11 نوفمبر 2023، بعد 35 يوم من بداية التوحش الصهيوني. 35 يوم، لأن كان هناك نقاش على أن هذه العملية سيتم الانتهاء منها في شهر، ولذلك السعودية أجلت إلى ما بعد الشهر. ما بعد الشهر جمعت ما يسمى بحكام العرب وحكام المسلمين، ولأنهم أصلا اجتمعوا في السعودية فكان معروف أن القرارات ستكون قرارات ما بين تتراوح ما بين التافهة والمخادعة. هذه هي القرارات، وقد كانت. حتى قرارهم بضرورة إدخال المساعدات، مش إرسال الجيوش، مش قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول التي تدعم الكيان الصهيوني أو حتى مع الكيان الصهيوني. يعني في حين أن كولومبيا مثلا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني، ودول في أمريكا اللاتينية أو الجنوبية عبارة أدق قطعت أو خفضت بشكل كبير علاقاتها وأدانت الكيان الإسرائيلي. لا النظام المغربي ولا النظام المصري ولا الأردني ولا البحريني ولا الإماراتي، هذول اللي عندهم علاقات واضحة ومباشرة، ما فيش قطع، ما فيش حتى استدعاء السفراء، ما فيش. يعني بوضوح أنها أنظمة خائنة وعاملة. طبعا هذا لا يعني أن الأنظمة اللي ما عندهاش علاقات دبلوماسية هي في أفضل حال، أبدا، الكل هم سواء. إنما هناك من يخون علنا ودون اهتمام واعتبار لشعبه، وهناك من يخون في السر أو يتعامل في السر. وشفنا قبل 4 أيام كيف خرجت وثيقة تقول أن عصابات في الجزائر تدير تجارة، كي نقول العصابات هو نظام الحكم، وهذه الوثيقة صدرت من الأمم المتحدة، باعت واشترت مع الكيان الإسرائيلي ملايين الدولارات في عام 2022. لم يكن هذا موجود حتى في أيام بوتفليقة، كانت هناك 1000 من الدولارات أو شيء قليل يعني. لكن في زمن يتحدثون فيه على فلسطين ظالمة ومظلومة، ويقول لك راه جمع الفصائل الفلسطينية ورانا أعطينا أموال للشعب الفلسطيني، طبعا ذهبت لعباس. كانوا أيضا يتاجرون مع الكيان الإسرائيلي. في الحقيقة كل الأنظمة، إذا استثنينا 3 ولا 4 أنظمة اللي مواقفها أقل سوء أو على الأقل وهي ترتكب أيضا علاقات أو لديها علاقات خاصة حتى لو لم تكن دبلوماسية تقوم بمساعدة الفلسطينيين، موجودين 2 أو 3. إذا غزة عرت هذه الأنظمة العربية، والحقيقة حتى الأنظمة الإسلامية أو ما تنسب إلى دول مسلمة. فأردوغان الذي كان يصرخ هو أيضا على فلسطين وغزة استمرت تجارته، لم يطلب من الشركات التركية أن تقطع التجارة مع الكيان الإسرائيلي. وحتى قضية الخصومة الدبلوماسية هي لأنها هناك، وكان هناك، وحتى لما خرج أردوغان كان هجومه على نتنياهو شخصيا وليس على الكيان الصهيوني المتوحش البربري كلية. والحقيقة أن كثيرين صدموا في موقف أردوغان. أنا شخصيا لا يصدمني، لأن الناس اللي صدموا كانوا دائما يعتقدون أن أردوغان يحمل لواء دفاع عن المستضعفين، وهو يقول ذلك، وربما في فترة معينة كلنا صدقنا ذلك. لكن في الحقيقة انتهى الأمر إلى أن أردوغان مصلحة نظامه هو قبل كل شيء. حتى كنت نتكلم مع أحد الأصدقاء قبل أمس جاء في الحديث قال لي أنه للأسف، قال لي حتى أردوغان الآن يرسل السوريين كمرتزقة للقتال في ليبيا وفي مالي وفي أذربيجان، وهذه حقيقة أنا أعرفها. لكن وجدت هذا، وهذا كان معجب جدا بأردوغان، فلقيته غاضب جدا. قلت له لا، للأسف كان يجب أن لا تذهبوا بعيدا فالمواقف كلها مواقف بائسة. ولكن غزة عرت هذا الوضع، لأن عندما لا تكون الأمور واضحة تختلف الناس الأمور. يعني لما كان هذه العصابة نتاع تبون
قبله حتى جماعة بوتفليقة أو غيرهم يقولوا إحنا مع فلسطين ظالمة ومظلومة، تبون يخرج يقول لهم فلسطين خلوها علي أنا. الآن حينما يمنع خروج شخص واحد، لو كان شخص واحد يخرج بالعلم الفلسطيني يعتقلوه، وحدث شخص واحد خرج بعلم فلسطين يعتقلوه، شخص دار لايف يتكلم على فلسطين يعتقلوه. صحيح ما سجنوهمش لأنهم خافوا ربما ردة فعل أكبر، ولكن هدوهم وقالوا لهم أن المرة الماضية الجاية نطحنوكم، فيش ما تلعبوش، فلسطين هذه مش لعبتكم أنتم، إحنا نعرف كش نديروا فيها. لا هم تصرفوا كحكومة كما يزعمون أو نظام حكم، ولا تركوا الشعب أن يتصرف حتى كما بعض الدول المطبعة كما المغرب، أو كما بعض الدول التي تدعم هذا النظام الصهيوني دعما رهيبا، مثلا في الولايات المتحدة أو بريطانيا أو ألمانيا أو السويد أو اللي يدعموا هذا النظام. شعوبهم تنتفض، تتحدث، تخرج، تتظاهر. وشوف هنا الفرق. لذلك فهي جت فرصة في الحقيقة لعصابة الحكم أنه يظهر حد أدنى عندنا احنا من الإخلاص لهذا الوطن، ولو في قضية فلسطين اللي كان دائما يتحدث عليها، لأنه هو يلعب بلعبة البوليزاريو وفلسطين، وهو في الحقيقة ما هو لا مع البوليزاريو ولا مع فلسطين. البوليزاريو يستخدمها من أجل التخويف، تخويف الجزائريين بالخطر المغربي، وفلسطين يستخدمها من أجل تخويف الجزائريين بالخطر الصهيوني. وفي الحقيقة ما هو لا مع هذون ولا مع ذوك، حتى وإن أرسل أموالا إلى عباس أو أرسل أموالا وسلاحا إلى البوليزاريو، واستخدام لهم فقط. ولذلك الحياة في مناطق اللجوء نتاع الصحراويين مؤلمة. أنا لما نشوفهم يبقاو خاوتنا، هؤلاء صحراويين خاوتنا، سواء اللي راهم لاجئين في تندوف أو اللي راهم في الأراضي اللي سيطر عليها المغرب، خاوتنا والمساس بهم وعذاباتهم ونشعر بها. لكن العصابة التي زعمت أنها معهم حياتهم في تندوف كارثة. طبعا حياة الجزائريين في تندوف لا تقل كارثية أخرى يعني. باش نرجع لقضية غزة، استخدامهم لقضية غزة كلهم سقطوا يعني، إلى درجة أن تجد الإماراتي والسعودي والأردني الذي أكثر الصراخ وخرج وزير خارجيته في الأيام الأولى الأسابيع الأولى، وحتى مانيش عارف زوجة الملك، والملك قال لك قام بطائرة وألقى مساعدات للمستشفى الأردني اللي هو بلد مرجح جدا أنه هناك مركز للتصنت وللجوسسة على المقاومة وعلى أهل غزة أكثر من شيء آخر، طبعا مع استثناء ربما الأطباء اللي هم يقومون بدور جيد. لكن النظام الأردني هو نظام خدمات عسكرية وأمنية لإسرائيل ولقوى أخرى. اسألوا الذين مروا من هناك وعذبوا عذابا نكرا عندما كانت طائرات CIA تنقل الذين اعتقلوهم في أفغانستان أو في باكستان، وأكثرهم كانوا أبرياء، وكانوا ينقلوهم إلى دول تمارس التعذيب. 7 أو 8 دول عربية ذكرت بما فيها الجزائر بالمناسبة. للأسف أن كانت هناك رحلات للطائرات CIA في بداية القرن 21 تنقل الناس ليعذبوا في سوريا، في الأردن، في مصر، في اليمن، في الجزائر، في ليبيا، في وبلدان أخرى. فالخلاصة اللي نخرجوا بها ما كملتش هذه، تاع انه في الوقت اللي النظام المصري يمنع اي شيء يدخل غزة الا بموافقة الاسرائيلي، حتى انهم في الاخير في الاسابيع الاخيرة اقاموا جدار اسمنتي لان الجنود الذين يحرسون من الجهة المصرية كان يغيظهم الحال، ومرات يبعثوا شوية خبز ولا شوية ماء او يعطوا الحنفية يفتحوها للاطفال باش يشربوا الماء. أقام السيسي جدار لمزيد من العزل، ما فيش. وبعض المصادر ذكرت أنها تم معاقبة جنود مصريين قدموا الماء لأطفال. اليوم ذكرت الأخبار
من أن هناك، خلينا نشوف ربما راه معي هنا الأخبار ذكرت أن هناك سفن آه، سفينة مصرية، هناك سفينة مصرية، خلينا نوري لكم مقطع منها. مش موجودة في هذا الفيديو. المهم هناك سفينة مصرية تنقل بضائع من مصر إلى الكيان الإسرائيلي. لا تستعجبوا إلى ما نقلوا لهمش أسلحة. أنا لا أستغرب أن يوما ما نسمع أن السيسي كان ينقل أسلحة للكيان الإسرائيلي، لا أستغرب. مش فقط عما يقال عليه وأنه هو تربى في جارة اليهود وأن أمه يهودية وأنه هو في الأصل يهودي، لا 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 لا، مش هذا. يعني كاين بعض اليهود عندهم تصرفات أشرف بكثير من السيسي وأمثاله. لا، لأن السيسي يعتقد اعتقادا راسخا أن الذي ساعده للوصول إلى السلطة وانقلب على ثورة المصريين، إسرائيل لعبت دور رئيسي، وبقاؤه في الحكم في تل أبيب يحسم أساسا مش في الانتخابات، لأن الانتخابات كلها تعرفوا انتخابات الأنظمة الإجرامية. وأن الإمارات والسعودية صحيح دعمت بالمال والإعلام وكثير الأشياء، لكن اللي اتخذ القرار النهائي هو تل أبيب وواشنطن. وبالمناسبة كثيرين ربما يغيب عليهم أن الذي آه، خطط ووافق على الانقلاب على الدكتور مرسي هو بايدن. عندما تطلع على الوثائق الأمريكية وتعرف ما هي أدوار نائب رئيس الأمريكي، في الغالب كان يومها بايدن نائبا لأوباما. الرؤساء الأمريكيين دائما عندهم نائب رئيس لأسباب متعددة. من بين المهام اللي توكل لنائب الرئيس، وكان يومها بايدن نائب رئيس من 2008 إلى 2016، الأعمال القذرة التي لا يجب أن يقوم بها الرئيس أو حتى يعلم بها الرئيس، فتترك مثل الانقلابات، مثل دعم ديكتاتوريات، مثل بيع أسلحة من الخفاء، كل أعمال القذرة اللي تقوم بها المخابرات ويشرف عليها، لأن الإشراف الرئيسي على المخابرات الأمريكية هو نائب الرئيس ثم تنقل الرئيس. لكن كاين أشياء لا تقال للرئيس باش ما يتمش إحراجه وباش ما يكذبش في العلن، فيقوم بها نائب الرئيس. الذي جاء بالسيسي هي تل أبيب يومها بدعم أساسي من واشنطن اللي كان فيها نائب الرئيس هو بايدن. فالسيسي إذن يعرف أن مصيره مرتبط بانتصار تل أبيب، بانتصار الكيان الصهيوني على المقاومة الفلسطينية، ولذلك هو يتربص ويتآمر ويتواطأ ضد المقاومة وضد الشعب الفلسطيني بكل الطرق. وقضية التهجير هذه فقط لأنه مرعوب أن تندلع المظاهرات والاحتجاجات ومقاومة ربما مسلحة حتى ضده لو يتم إرسال عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى مصر كما أراد الكيان الصهيوني. فهذه الأنظمة يجب تماما، وكما قال أحدهم، قال هذه أنظمة ميتة، وأنا أقول أنها هذه أنظمة مميتة وليست ميتة. هذه أنظمة ليست يا ليتها ماتت ورحلت، هذه الأنظمة مميتة، ما زالت فيها النفس، ولكنه نفس مميت، توكسيك، مسموم، قاتل. لذلك تقتلنا هذه الأنظمة، تضعفنا. انظروا إلى حال الجزائر. كثيرين يقولوا لي لازم تعاود ترجع تتكلم عن الجزائر، راهي الأمور وراه ما كاش اللي يتكلم وراه إلى آخره.
حتى لما نتكلم إلى يوم القيامة يعني، إذا لم تكن هناك إرادة حقيقية للتضحية فلن نذهب بعيدا، لن نذهب بعيدا. لكن معاناة رهيبة في كل مكان، وازداد الفساد اللي كان في أيام بوتفليقة اضربه الآن في 1000. ما فيش تقريبا مسؤول، ما فيش تقريبا مسؤول يعين إلا وهو أبشع من اللي سبقه، أفسد من اللي سبقه. في حالة استثنائية اللي يغلطوا يحطوا بعض الناس أو لأن يحتاجوهم نتيجة لكفاءتهم يخلوهم في مناصبهم. يبعثوا لي على بعض رؤساء البلديات في، سواء في أقصى الصحراء أو في أقصى الشرق أو في أقصى الغرب أو في العاصمة، رؤساء بلديات يتصرفون كسلاطين. يوصل العساس يتصرف كسلطان. راحت البلاد تنهار بشكل فظيع، كل يوم تنهار أكثر. هل هذا كما تزعم الآن؟ يخرجون لويزا حنون ويقول لك الصهيونية تتآمر. إيه طبعا الصهيونية خدمتها هي التآمر على الشعوب المسلمة، والإمارات هي الوجه الثاني أو هي الواجهة للصهيونية العالمية. لكن ما الذي يمنع هذه العصابة عندنا أن تكون عندنا مستشفيات، أن تكون عندنا طرق وجامعات، وأن يكون عندنا مسؤولين أكفاء ونزهاء؟ ما الذي يمنعهم؟ هل هي الصهيونية أو الإمارات أو المغرب أو أمريكا أو المريخ أو أما أو مش عارف من؟ لا، هذه مسؤولية هذه مسؤولية هذه العصابات، مسؤولية هذا نظام الحكم هذا. عموما في غزة إذن راح نرجع إن شاء الله اليوم في نتحدثوا على بعض لأن كالعادة الصراعات لا تنتهي. أطاحوا يعني قبل فقط 6 أشهر من الآن في جويليا الماضي بالذات، أقدموا على تعديلات هائلة في جهاز الشرطة، يعني غيروا أعداد هائلة من رؤساء أو مدراء الأمن الولائيين، من مدراء مركزيين إلى آخره. هاي مرت 6 شهور بعد الإطاحة ببن الشيخ، فريد بن الشيخ، اللي راه بين الحياة والموت ما زال، وراه تحت المراقبة العسكرية، في مستشفى عسكري، ومراقبة شديدة جدا، خايفين لا يتم تهريبه، خاصة إذا فرنسا تساهم في تهريبه أو يهرب، وإن كان هو مريض جدا يعني ممكن في أي وقت يعلن عن وفاته يعني. تمت التغييرات في جويليا اللي فات، هم أطاحوا تقريبا بكل الذين جاءوا في ذلك الوقت، أغلبية أو كثير منهم، وجاءوا بآخرين. عصابة تطيح بعصابة تسجنها وتأتي بآخرين تطيح باللي كانوا قبلهم، واللي كانوا قبلهم يدخلوا السجن وممكن يعودوا يخرجوا يولوا هم المسؤولين، وهكذا. وضاعت حياة الجزائريين بين صراع العصابات، عصابات النهب والقتل والفساد. إذن في غزة بين المعطيات أساسا كما قلنا هي قضية رفح، واللي راح يصير حولها جدال كبير. الذي يخيف الأنظمة الغربية الآن، الحكومات الغربية وأنظمة الخراب، أنظمة الفساد والتعذيب هذه، اللي خرجت كلها تحتج، حتى الإمارات خرجت تحتج وتقول أنه لا يجب أن تكون هناك عملية ضد رفح. الإمارات اللي هي الوجه الأكثر قذارة، أنا نعتبرها وجه أكثر قذارة من الكيان الصهيوني ذاته، وأكثر صهيونية من صهاينة تل أبيب. لماذا راهم خارجين وراهم قلقين؟ هذه المرة قلقين صح، هذا ليس القلق، لأنهم يشعرون أن هناك غضب كبير جدا حتى داخل الدول والبلدان اللي محكومة بالحديد والنار والخوف والرعب مثل الإمارة السعودية. ذكر أحد المسؤولين الأمريكيين وصحفي أيضا ذكرها، توماس فريدمان، عندما التقى بن سلمان قبل حوالي 1.5 شهر، قال أن بن سلمان بالفعل بدأ يشعر بالقلق وبالانزعاج وبالخوف، لأن المخابرات السعودية وجدت أن 96% من السعوديين ضد ما تقوم به إسرائيل. 96%.
برغم الترفيه وبرغم التخريب وبرغم المسخ الماشي وبرغم الفساد العارم، وبرغم انه جايب لهم الممثلات والمغنيات ورونالدو ومانيش عارف وميسي ولا مانيش عارف شكون والكميه الهائله. لا، ميسي بعثوه في مكان اخر، لكن حتى هاو رونالدو هاو يدير لهم في الفضايح، يعني في حتى في السعوديه، يعني هاي فضايح كبيره الان في رونالدو في السعوديه، حتى بعض السعوديين يطالبوا بترحيله يعني، برغم كل المفسدين في الارض اللي جابوهم لهم، بما فيهم تلك المراه الاستراليه التي تقول: قل لالهك ان يركع لنا نحن لها. ربنا سبحانه وتعالى يركع لفاجرة عاهرة جابها بن سلمان في السعودية. وعندما احتجوا الناس وخرج بعض الذباب السعودي يقول: لا، ما كانش هذا، ما كانش في الغنية ولم يكونوا يعرفوا بها. المسؤول على الترفيه ويسموها الشيخ جابها مرة أخرى وعادت الأغنية مرة أخرى باش يقول لهم اللي إحنا اللي طلبنا منها ذلك، أنك تأتي بفاجرة مجرمة، يعني حتى في الغرب الناس ما تسمع لهاش من شدة بذاءتها، وتجيبها إلى الأراضي المقدسة للمسلمين وتسب الله علنا وأمام العالم أجمع وتكرر ذلك. إذا هذا بن سلمان برغم كل هذا، ولما كانت المقاطعة كانوا المسلمين يقاطعوا في ماكدونالد وغير المسلمين في كثير من بلدان العالم، خرج هذا السفيه اللي مع بن سلمان اللي يسموه الشيخ، خرج يقول وجبة تدفع ثمنها وجبة باطل، وجبة بدون فلوس، باش ينقذ ماكدونالد لأن السعوديين قاطعوه. الحمد لله قيل لي أن المقاطعة كبيرة جدا لماكدونالد وستارباك، وحتى في دويلة المسخ الإمارات وفي السعودية وفي غيرها وفي مصر أين توجد هذه الأماكن، توجد هذه طبعا في المغرب كانت المقاطعة أكبر بكثير، والحقيقة أن ذلك لا شك. فالحمد لله شعبنا في المغرب، ونحن شعب واحد لديه مواقف قوية ورائعة، وضد حتى ضد نظامه وضد ملكه عندما يتعلق الأمر بقضية حق كبرى مثل قضية فلسطين. حتى القوى الغربية إذن منزعجة من قضية رفح، لأن هناك شعور عالمي الآن عند داعمي إسرائيل أن نتنياهو لا يهتم بهم إطلاقا، وأن الهم الكبير تاعو هذه الآن يقولوها في الإعلام الغربي وفي الإعلام الإسرائيلي والأمريكي وغيره، أن بالنسبة لنتنياهو هو أن تستمر الحرب إلى أطول فترة ممكنة، والحقيقة هو يريدها أن تستمر إلى غاية الانتخابات الأمريكية، لأن هناك اعتقاد كبير اليوم أن الذي سيفوز بالانتخابات الأمريكية في نوفمبر القادم هو ترامب، لأسباب متعددة، من بينها أن ملايين الناس وأكثريتهم مسلمين لن ينتخبوا على بايدن. والانتخابات في الولايات المتحدة يحسمها 2 ملايين 3 ملايين، يعني في الغالب يكون هناك 70 مليون هنا 70 مليون هنا في الغالب، يعني واحد يدي 73 واحد يدي 70 واحد يدي 74 واحد يدي 71 مثلا، فيحسموها 3 4، وهي 6 7 ولايات اللي يسموها الولايات المتأرجحة. 2 من أهم هذه الولايات بما فيهم ميشيغان فيها أعداد هائلة من المسلمين، مئات الآلاف من أصوات المسلمين. فبايدن كل الدراسات اللي عملتها الولايات المتحدة وخبراء ومخابراته يقولوا له إذا بقى الوضع كما هو لن تفوز في هذه الانتخابات، لأن هناك مسلمين وأعدادهم قد تزيد عن 3-4 مليون صوت لن يعطوا لك صوتهم، وهناك أيضا ملايين من اليسار ومن الشباب، من بعض اليساريين الحقيقيين ومن الشباب لن يعطوا لك صوت، وهؤلاء هم اللي في الغالب يحسموا الأمر لصالح الديمقراطيين. إذن فنتنياهو يعرف أن إذا جرت الانتخابات ولم يمنع رسميا في محاولات لمنعه ترامب ولم يمنع رسميا للتقدم فسيفوز ترامب. وعندما يأتي ترامب فترامب هو المفيد لنتنياهو،
وسيبقيه حيا وفي الحكم إلى أطول فترة ممكنة. لكن سواء جاء ترامب أو لم يأتي، الحقيقة أن الولايات المتحدة تدخل مرحلة بائسة، وهي على أبواب، ربما خلال أشهر تكون على أبواب قلاقل إذا لم تتحول إلى أكثر من قلاقل. باش نرجع إلى قضية رفح إذن، وصلت كبار داعمي هذا الكيان وعلى رأسهم الولايات المتحدة وثاني داعم ألمانيا إلى أن نتنياهو لا يهم إلا نفسه، يريد إطالة هذه الحرب حتى لا تسقط الحكومة، حتى لا يذهب للسجن. فابدأوا يشعروا بقلق حقيقي. الآن يستطيعون إيقاف هذه الحرب. من يستطيع إيقاف هذه الحرب؟ الولايات المتحدة. الولايات المتحدة لو كانت تخرج وتقول لن نسلم أي سلاح من الآن فصاعدا، سنوقف الدعم اللوجستيكي والاستخباراتي وأقمار الصناعية والتجسس وكل اللي نقدمه لكم، ما فيش ذخائر، ما فيش طائرات، ما فيش دبابات، انتهت الحرب، تتوقف. لماذا لا يقدم على ذلك إذن بايدن، وهو يرى أن نتنياهو يذهب إلى تطرف رهيب يضر حتى بالكيان الإسرائيلي ويضر بالولايات المتحدة ويضر بالحزب الديمقراطي ويضر ببايدن شخصيا؟ لماذا لا يفعل ذلك؟ لأنهم يخشون هذا الداهية الخبيث نتنياهو متلاعب، يعني مش سهل. وضعهم في وقت، إذا استمروا في دعمه يتضررون، إذا توقف دعمهم يتضررون. إذا توقف دعمهم تتوقف الحرب، تنتصر حماس، تنتصر المقاومة. انتصار المقاومة يعطي معنويات هائلة، ليس للفلسطينيين فحسب، لكل الشعوب اللي هي أصلا محكومة بأدوات أمريكية، بحكومات وأنظمة وظيفية. فالولايات المتحدة تخسر على مجال واسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وربما حتى في أماكن أخرى. فهو يقول لهم هزيمة حماس هي مصلحتكم أنتم أيضا، وهذه قالتها أمريكا عدة مرات. ولكن لحد اليوم 127 يوم لم ينتصر ضد حماس ولا المقاومة. صحيح قتل عشرات الآلاف، صحيح المقاومة خسرت ربما آلاف من عناصرها، لكن المخابرات الأمريكية آخر تقارير أقرأ فيها قبل قليل وأبلغت بها الكونغرس الأمريكي، قالوا لهم نعم حماس تم إضعافها لكن بعيد جدا عن القضاء عليها. إذا لم يقضوا، وهذا حطه هو الهدف الرئيسي حتى قبل تحرير الرهائن، على المقاومة، فهي هزيمة ليست لإسرائيل وحدها، لأمريكا ولكل من دعم إسرائيل وللأنظمة العميلة، للنظام المصري والسعودي والإماراتي والبحريني والأردني وعباس، خاصة هؤلاء الستة. فهم وجدوا أنفسهم في دايلاما معضلة، كيف ما تصرفوا الآن يخسرون. وهذه هي ربما الدهاء نتاع نتنياهو اللي وصلهم إليه، بل بالعكس نتنياهو وصلهم إلى أن توسع الولايات المتحدة، توسع الحرب ضد اليمن وضد جماعات عراقية، وهو عكس كل ما كانت تسعى له الولايات المتحدة. الغرب يرتكب أخطاء فادحة، يعني في الوقت اللي كان فاتح حرب ساخنة وكان بوتين في وضع سيء، صحيح لم ينهزم لكن كان في وضع سيء. أمس يقول لي تيكر كارلسون، هذا الصحفي الأمريكي وهو يميني متطرف ولكنه مهني ويعرف كيف يجري الحوارات، في حوار وأنا تابعت شوية منه كان ريلاكس، كان
كان مسترخي بوتين، مسترخي تماما، وقاعد يقول له الغرب يعرف أنه لن تنهزم روسيا الآن، وأن فكرة هزيمة روسيا استراتيجيا أصبحت بعيدة الآن. قبل سنتين قالها بوتين، قال إنهم قبل سنة قال إنهم عزموا على هزيمتنا. كان عندما يظهر بوتين، انظروا فقط إلى وجهه الآن، كان عندما يظهر قبل بداية الحرب على غزة غالبا ما يظهر عليه القلق، الانزعاج، عدم الارتياح. الآن أصبح وكأنه صغر 10 سنوات، يعني أصبح ريلاكس، يتحدث بكل قوة وثقة. وهذه من الكوارث اللي ارتكبها الغرب، أنه وهو فتح حرب مع قوة نووية نسى كل ذلك وراح لينقذ الكيان الصهيوني، لأن الكيان الصهيوني هذا بالنسبة لهم أهم من أوكرانيا. لكن بالنسبة لروسيا اللي تم تجميد أموالها ومحاصرتها ومحاولة تفكيكها وقطع بترولها وغازها لكي لا يذهب إلى الأسواق العالمية، وحصار من كل نواحي، واتهام بوتين بأنه مجرم حرب، وكل هذه الأشياء، يعني استثمروا حاجات كبيرة جدا ثم تخلوا عليها قاع وهرولوا لإنقاذ الكيان الصهيوني من فاجعة 7 أكتوبر. أكثر من ذلك، الصين التي تتحضر للسيطرة على تايوان، وتايوان هي واحدة من أخطر الدول على الأقل في مجال الإلكترونيات، الآن مرتاحة الصين. بل أنا لا على يقين أن الروسي والصيني والكوري والتركي والإيراني وحتى ربما البرازيل يراهم يبيتون يضحكون على الأخطاء الكارثية اللي يرتكبها هذا الغرب، لأنه أصيب بالعمى، وكأن غزة هذه عماتهم نهائيا. لكن الحقيقة هم كانوا يظنوا أن القضية هي قضية أسابيع. هنا الآن ندخل في الشهر الخامس والأمور تغرق أكثر، وهذا الكيان لا ينتصر، ولا رهائن عادوا، ولا مقاومة رفعت الأعلام البيضاء، ولا خرجوا لهم قادة المقاومة ليسلموا أنفسهم، والصواريخ ما زالت مستمرة، والمقاومة ما زالت مستمرة، والشعب الفلسطيني ثابت في غزة، وأحرار العالم يتظاهرون، والأنظمة العربية تتكشف وتزيد فضائحها أكثر فأكثر. كل هذه بركات غزة التي تنزف بحارا من الدماء. لكن غزة جعلت هذا الكلام ليس كلامي أنا، ربما متحمس للمستضعفين ومدافع عنهم أو أمثالي. هذا الكلام الآن أصبح، حتى بوتين قالوا أمس مع كارلسون، قالوا العالم لن يكون كما كان بعد غزة. نعم، العالم لن يكون كما كان. ولذلك نحن كشعوب مستضعفة يجب أن ننتبه إلى أن هذه الفرص التاريخية لا تتوفر إلا ما بين أحيانا 10-20 سنة. إنها فرصة تاريخية لكل الشعوب المستضعفة، وعلى رأس الشعب الجزائري، أن يفهم جيدا موقعه، أن يفهم جيدا من يحكمه، أن يفهم جيدا كيف يسترجع حريته. لأن هذه الأنظمة، هذا النظام المجرم، هؤلاء الذين اغتصبوا وقتلوا، اغتصبوا النساء وقتلوا الأطفال والرضع. أحيانا مرات أنا ما نلومهمش، لأنهم ربما ما كانوش يتابعوا أو كانوا شباب صغار، أو يقول لي كيفاش تلوم شنقريحة ولا جبار مهنا؟ هل لديك دليل أنه قتل بريئا؟ لدي دليل، لدينا آلاف الأدلة. لم يقتلوا 1 ولا 2، ارتكبوا مجازر، اغتصبوا النساء، قتلوا الرجال، عذبوهم عذابا رهيبا، نهبوا التجار، أحرقوا المصانع لكي يستولوا عليها بدينار رمزي، هجروا مئات الآلاف من أراضيهم لكي يستولوا عليها. يوم تتكشف لكم الحقائق تشيب الولدان تشيب.
وها هم الآن، ها هي الإمارات ومن معها ومن يتحالف معها، هاي تضعهم في أوضاع حرجة وحرجة للغاية. هؤلاء لن يستطيعوا مواجهة الإمارات. البعض يستصغر الإمارات، لا، الإمارات مش لذاتها، الإمارات راهي واجهة لكيانات أكبر منها وأخطر منها. هل تعلمون الآن مثلا، وهذا ليس منذ بداية الحرب فقط، منذ بداية الحرب توسع الأمر، لكن حتى قبل الحرب كثير من الشركات الإسرائيلية تنقل أعمالها إلى الإمارات، شركات التكنولوجيا والتجسس والأعمال العسكرية تعرفون لماذا؟ لسببين: سبب لأن عندهم في ذهنهم لعنة العقد الثامن، وأن هذا الكيان قد يتفكك في سنوات، وهي جاءت غزة لتثبت ذلك. السبب الثاني أن وجودهم في الإمارات يبعد عنهم الشبهات، لأن بعض الناس يعتبر أن الإمارات بلد عربي ومسلم، ونهضوا ببلدانهم وقاموا نهضة وقاموا عمارات وفنادق وتجارة، وهم أقاموا، لا، هم واجهة فقط. الحقيقة أن هناك من الخلف، هذا موضوع إن شاء الله كاش نهار نخصص له مجموعة حلقات، وقد تكون مش حتى لايف، باش تكون بالوثائق وتكون بأشياء كثيرة. آه قبل أن ننتقل للموضوع الجزائري، خلينا نقول لكم فقط بعض ما جاء في صحيفة إسرائيلية. صحيفة إسرائيلية وهي هارتس، وهي أقل لا، هذه إسرائيل اليوم، واللي كانت فيها اسمه يوسي بيلين. ويوسي بيلين هذا كان وزير، وهو من اليسار، كان وزير في التسعينات، وكان يريد حل مع الفلسطينيين ويؤمن بحل دولتين إلى آخره. لكن شوف كيف يستهزأ بحكومة نتنياهو، أو يقول لهم، يوري لهم بطريقة كاريكاتيرية يعني. هنا يخاطب بايدن، يقول له: مع كل احترام الذي نكنه لكل من يتبوأ منصبك في البيت الأبيض، فإننا لن نتمكن من أن نمر مرور الكرام على سلوكك المعادي. فمن طلب منك أن تأتي إلينا في أصعب لحظة في تاريخنا وتهدد أعداءنا أن لا يتجرأوا على المس بنا؟ هل كنا أولادك وكنت أبانا الذي يهدد من يضربوننا؟ من طالبك بأن تبعث حاملات طائرات كي تردع الساعين إلى إيقاع الشر بنا؟ لماذا تستخدم حقك في النقد، الفيتو، لتمنع قرارات مجلس الأمن؟ من طالبك بأن تغدق ميزانيات وتبعث لنا بعتاد وذخيرة؟ لن ننسى ولن نغفر. واضح بأنك تعمل انطلاقا من مصالحك الضيقة. سنة انتخابات، مصوتون يهود، متبرعون يهود، كل شيء مكشوف. في كل مرة تذكرنا فيها بلقائك مع جولدا ماير قبل حرب يوم الغفران. في كل مرة تعلم أنك صهيوني، ولكننا لا نشتري هذا التزلف. هنا في الحقيقة الكاتب يوجه نقد شديد لنتنياهو وبن غفير وسموتريتش ومن يهاجم بايدن والولايات المتحدة في إسرائيل، لأنه يقول لهم، هو بعبارة أخرى يقول لهم: لولا أن بايدن جاءنا، ولولا أنه يقوم بالفيتو ضد القرار في مجلس الأمن، ويرسل لنا السلاح بلا حساب، ويدعمنا، ويقول أنه صهيوني حتى وهو مش يهودي، هو ومن معه وإدارته، كان غرقنا في الحقيقة. لكن يقولها لهم بطريقة فيها كثير من الاستهزاء، أو الاستهزاء المر حقيقة يعني بالنسبة لهم هم. قبل أن نذهب من الملف، حبيت فقط نوري لكم هذه. بالمناسبة الإعلام في الغرب بدأ يتغير. بي بي سي اللي تظاهر الكثيرين ضدها في اليومين الأخيرين تغير الخطاب.
شوف على ذكر بوتين مع كارلسون. شوف هنا. I'm confused. I mean, that's the biggest act of industrial terrorism ever, and it's the largest emission of CO2 in history. Okay, so if you had evidence, and presumably given your security services or intel services, you would, that NATO, the US, CIA, the West did this, why wouldn't you present it and win a propaganda victory? In the war of propaganda, it is very difficult to defeat the United States. يضحك بوتين، يضحك وريلاكس، وقد انزل سنه، ربما أصبح في الخمسينات الآن. طبعا هو سنه الآن 70 سنة. هذه المقابلة بالمناسبة أثارت ضجة رهيبة في الولايات المتحدة، وقد شهد لحد الآن، لأن بوتين ممنوع من إجراء معه مقابلات في الإعلام الأمريكي. كارلسون اللي عنده حساب نظن مش عارف بث على إكس ولا على موقعه، شهد عشرات الملايين من الناس. وهذه طريقة، وأنا لا أستبعد أن اللي ضغط حتى أو اللي طلب من كارلسون الصحفي هذا أن يذهب هو ترامب. وبوتين يعترف، يقول له عندي علاقات شخصية مع ترامب. نعم. وترامب كان يقول لهم مرة خطب، قال لهم أنا أثق في بوتين ولا أثق في CIA والإف بي آي، بهذه العبارة. فبوتين أيضا الآن مسترخي، لأن على باله لما يوصل ترامب تتغير المعطيات في أوكرانيا. ولذلك أوروبا دخلت في قضية رهيبة، كهيك الولايات المتحدة الاستابليشمنت بدل من أن يكملوا الحرب اللي كانوا فيها مع بوتين، راحوا باش يطحنوا غزة وأهلها، باش المنطقة تبقى تحت أرجلهم وأرجل الطغاة اللي هما خدامهم وأتباعهم. لكن لو يجي ترامب ستهزم أوكرانيا بإرادة أمريكية مش روسية، وستدخل أوروبا في قلاقل شديدة، لأن بوتين لن يرحمهم ولن سيذهب في عملية انتقام هائلة، مما يعني أن أوروبا داخلة على قلاقل كبرى فيما هو قادم. شوف الأخطاء الاستراتيجية لما ترتكب، وهذه كلها بركات غزة ولعنات الصهاينة على الذين صنعوا الصهيونية. شوف أحدهم، شوف هذا اللي يدعي الديمقراطية والحريات في بلد الجن والملائكة كما يسمونهم. شوف هنا وش يقول. أولا هذه مظاهرات، شوف الشعوب الغربية، مظاهرات هنا في باركليز، هذا واحد من أكبر البنوك في العالم، مظاهرات والعلم الفلسطيني قلق. هذه تقلق البنوك، مظاهرات عندهم تقلقهم. شوف هذه أيضا، هذا في أحد أهم مراكز التسوق. ستارباك بالمناسبة هذا تعرض لخسائر هائلة. قبل 3 أسابيع كنت اطلعت على الأسهم نتاعو، كان خسر 11 مليار دولار في الأسهم نتاعو. هذه مظاهرة في أوترخيت الهولندية. هناك مظاهرات كثيرة جدا، أعتذر على باش يبقى لنا شوية وقت. مظاهرات في لندن، في ألمانيا، في باريس، في عدة مدن ألمانية، مدن فرنسية، مدن سويدية، في كل مكان حقيقة يعني. شوف هذه هيلاري كلينتون،
Thank you very much. Ron Clinton. That's my name. That's right. War criminal. The people of Libya, the people of Iraq, the people of Syria, the people of Yemen, Sir, the people sir, I am of going to ask Palestine, you to as leave well as the right people now. of America will never You're forget violating the university code theological. of Rotary. I'm asking you to leave. The delegates will now. أصبحت أين تذهب هي وغيرها. يعني هذه كلينتون كانت وزيرة الخارجية كما تعرفون، وهي زوجة الرئيس الأمريكي ما بين 90 و 98 ما بين 92 و 2000. أصبحت أينما تذهب يهاجمونها في كل مكان، حتى في الجامعة التي تدرس فيها. وهذا هو حال كثيرين بالمناسبة من المسؤولين الغربيين. لكن شوف أحد السفهاء اللي كان رئيس واستقبل في الجزائر استقبال الفاتحين، شوف وش يقول. Parler au début de l'entretien de l'hommage rendu aux victimes françaises en Israël lors de l'attaque du 7 octobre. Est-ce qu'il faudra organiser un même hommage pour les victimes françaises à Gaza? J'ai entendu cette proposition. Ça ne peut pas être le même hommage. Une vie est une vie et une vie est équivalente à une autre vie. هذا فرانسوا هولاند اللي Le processus, être une اسمعوا شو victime يقول. du terrorisme, c'est d'une certaine façon être là parce que nous sommes français, être attaqué en tant que français ou en tant que défenseur d'un mode de vie. Certains considèrent que l'ampleur de l'offensive israélienne est illégitime. Et même, ce n'est pas un acte de terrorisme. On peut dire que c'est un La acte de différence. guerre. الخلاصة في كلامه لما سألته صحفية تقول له يعني أو الرئيس الفرنسي ماكرون دار احتفاء، إذا شئنا احتفاء بالذين قتلوا من الذين يحملون الجنسية الفرنسية وهم أيضا إسرائيليين أو يهود، وداروا لهم تأبين وداروا لهم كثير من الخزعبلات يعني. لكن قالت له لماذا لا يقام نفس الشيء للفرنسيين الفلسطينيين، أي الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الفرنسية مثل اليهود الذين يحملون الجنسية الفرنسية. قالها لا مش كيف كيف، لا مش كيف كيف، لأن الإسرائيليين قتلهم الإرهاب، والفلسطينيين قال هذو كما يقولوا كولاترال دومج، يعني هذا أضرار جانبية تاع الحرب. شوف ذلك طبعا قامت عليه القيامة الحمد لله، يعني مواقع التواصل الاجتماعي انقلبت عليه في العالم أجمع، بحيث أنه اعتبر أن إذا كان الفلسطيني اللي يحمل الجنسية الفرنسية لا يمكن تأبينه ولا أصلا ذكره، أما الإسرائيلي اللي يحمل الجنسية الفرنسية فتقوم الرئاسة الفرنسية والإعلام الفرنسي وهذه قمة العنصرية. وفي نفس الوقت الإلغاء للآخر، لا نيغاسيون، الإلغاء. هذه هي العقلية المتوطنة في أمثال هؤلاء الذين حكموا فرنسا ويحكمونها وكثير من الدول الغربية. هناك عنصرية، لا ينظرون للبشر نفس الشيء، البشر عندهم مش كيف كيف. هذه عقلية هتلر، هذه النازية. النازية بنيت على أن هناك عرق أفضل من الأعراق الأخرى، كلهم نازيون في الحقيقة، على استثناءات قليلة من اللي هم منصفين في هؤلاء ولكنهم يكذبون. وغزة تفضح هذا بشكل غير مسبوق. هذا مش يمين متطرف أو إنسان عادي أو صحفي أو متنطع هنا أو هناك، هذا كان رئيس دولة واستقبل في الجزائر استقبال الفاتحين في ديسمبر 2012، وهناك وافق له المقبور بوتفليقة ومعه المقبور قايد صالح على أن تمر طائراته لتقصف في مالي، نفس الطائرات التي كانت تقصف في الجزائر قبل 50 عام أو 60 عام. ما زالت أشياء كثيرة على غزة، لكن
أعتذر لأنه يجب أن نذهب إلى الملف الجزائري أيضا. وفي الملف الجزائري اسمعوا لهذا، اسمعوا. اننا شفنا باللي ما كاش حل الا الحرب. دونك يا صحراوه اللي راكم باغيين تديروا الاستقلال، موتوا واستشهدوا على بلادكم، وحاولوا الحرب حتى في المغرب داخل الاراضي المغربيه، ماشي الاراضي محتله المغربيه، في كازا، في مراكش. داكور، كاين اعمال قادرين يقوموا بها لخلق الرعب في المجتمع المغربي. لازم اليوم البوليزاريو انه ينقل الحرب حتى في المناطق تاع المغرب، في الرباط، في كازا، في هذه هي الحرب. فطنوا يا الشعب، يا الشعب الشقيق. شقيق انا نديرها بالجيمي باسكو ماكمش اشقاء الا خليتوا هذا الملك مازال في بلاصتو. انا نضو يا الشرف قال لك نعيش نهار سردوك ولا عام دجاجه. انا نضو شويه. الشعب الشقيق. هذا المصيبة تاع هذا الشخص ماهوش فقط إعلامي بين قوسين، عقيد في الجيش، أعتقد أنه كان في المخابرات، مهم في الجيش. هاو المستوى. وقتاش قال هذا الكلام؟ شوف هنا تبون وش يقول له. هنا في لقاء مع تبون. يقول له نتكل عليك. تبون يتكل عليه. هاو المستوى اللي راه موجود في الجزائر اليوم. يا ريت المساعد يبعث لي آخر مقطع تكلم فيه يستهزئ هذا العقيد، يستهزئ بمالي يعني. هذا هو المستوى اللي راه موجود في الجزائر. هاي على راهي تنهار. كاين هذا المستوى ومستوى بن قرينة وهذه الأصناف. حتى بن قرينة خرجوه على أساس كاين اللي قراها قال لك وكأن النظام راه يراجع في علاقاته، لأنه ربما بدأ يفهم أنه الحل يبدأ في إيجاد حلول مع النظام المغربي للخصومات الموجودة، سواء الصحيحة منها أو المفبرك، سواء الحقيقي منها أو الوهمي. فبعثوا بن قرينة يخطب من الحدود هناك، فإذا به يرتكب كوارث أكثر مما لو ما تكلمش. يا ليت المساعد أيضا يبعثها لي نتاع بن قرينة مرة أخرى. الحقيقة راك أرسلتهم، ولكن هناك فيديوهات كثيرة. هذا هو النيفو اللي راه موجود في الجزائر. هذا العقيد خرج قبل 4 أيام، وربما درك نشوفوا الفيديو أيضا، أو 5 أيام، يقول لهم قالوا لي مالي راح تحتلنا وما مش عارف تهاجمنا، راني مت بالخوف وراني مت يعني بالاستهزاء. كثيرين منك كانوا موجودين في العراق، وكانوا موجودين مع القذافي، وكانوا موجودين مع مبارك، وكانوا موجودين. هذا الأصناف هما المستشارين والمتحدثين والإعلاميين والخبراء، ومرات هم المسؤولين نتاع عصابات الحكم. وين تروح بها؟ أين تذهب بعصابات الحكم هذه؟ أين؟ هذا الكلام اللي قالوا، هذه الدعوة، هذا المفروض لو كان جينا في دولة قانون يرفضوه. ورا الإرهابي، هل الإرهابي اللي يقول لكم دولة مدنية وإصلاح الأوضاع والفقراء تعطى لهم حقوقهم والمستشفيات والجامعات والجزائر تنهض، أم الإرهابي الحقيقي هو اللي يقول بصريح العبارة للبوليزاريو يروحوا يحطوا قنابل في مدن مغربية، وما زال يظهر في الإعلام ومبارك ومبجل، وهو رقم 1 في القناة هذيك تاع اللي يسموها قناة الممات، ويلتقي تبون ويقول له نتكل عليك إلى آخره. راكم تغرقوا في البلاد أكثر من اللي راهي غارقة بهذه الأصناف. راح نعاودوا نرجعوا له. إذا المساعد أرسل لي المقطع باش برك نزيد نعلق عليه. عطاف ذهب إلى نواكشوط بعد تونس وليبيا. كنت علقت على الموضوع تاع تونس وليبيا. خلينا نشوفوا جزء مما جاء في لقائه في نواكشوط.
أسمع عبارات الشكر والتقدير والامتنان لفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ غزواني على الاستقبال الذي خصني به، وعلى المحادثات الهامة والمثمرة والهادفة التي جمعتني بفخامته صبيحة هذا اليوم المبارك. كما أود أن أعرب عن سعادتي الغامرة بتواجدي في هذا البلد الشقيق والغالي علينا، والذي نعتز ونفخر بكل. طبعا لغة خشبية. ذهب إلى موريتانيا لأن الإمارات في موريتانيا تغلغلت إلى درجة أن أحد المطلعين والعارفين جيدا بالوضع في موريتانيا وأنا ندردش معاه قال لي موريتانيا راهي تحت الاحتلال الإماراتي. قال مش نفوذ، مش سيطر على قطاع هنا وقطاع هناك، قال لي راهي تحت احتلال الإمارات. قال الإمارات ضخت مليارات الدولارات، اشترت عدد هائل من اللي في ايدهم المسؤولية والمناصب، كثيرين اشتروهم بالمال، وأكثرهم مروا على الفنادق، فنادق 5 نجوم وما فوقها في الإمارات، ووضعت لهم سيديات وفيديوهات، وأصبحوا عبيد عند الإمارات يشتغلون ضد المصالح الموريتانية. أخونا هذا مطلع جيدا ويعرف جيدا الأوضاع، وأنا طبعا أتابع الأوضاع وأعرف ما يجري، لكن أردت أن أتأكد معاه. قال لي لقد، وربما كنتم تابعتم، هناك اكتشافات هائلة لموارد طبيعية، للغاز، للبترول، للذهب، لكثير من الأشياء في موريتانيا. طبعا موريتانيا هي تستطيع أن تقول قوة في قضية الصيد. للأسف 95% من اللي راه يصيد الحوت والأسماك وعلى الشواطئ الإماراتية اللي واقع على المحيط الأطلسي هي البواخر اليابانية والغربية والصينية وغيرها. لكن قال لي الإمارات تغلغلت بحيث أنه ما فيش واحد راح يخرج خارج الإطار. عطاف ذهب باش يقول لهم احذروا احنا وراهي الإمارات تتعدى علينا، وراهي جابت لنا المرتزقة في مالي، والحقيقة مش الإمارات اللي جابتهم، الإمارات قلبتهم، لكن اللي جابهم هو شنقريحة ونحن نعرف ذلك. إذن هذه الزيارة في الحقيقة هي زيارة مثلها مثل زيارة تونس وليبيا، وزيارة فيها تهديد وفيها أيضا طلب مساعدة بأن لا تسمح موريتانيا للإمارات. مثلا الآن الإمارات عندها قواعد عسكرية في موريتانيا، وهي تريد أن تبني قاعدة على الحدود الجزائرية. لا أعرف إذا اكتمل البناء أم لا، لكن النظام يريد من الموريتانيين أن لا يسمحوا لها ببناء هذه القاعدة على الحدود الجزائرية. طبعا كاين نظام قضية المغرب أيضا، لكن قضية المغرب موريتانيا تستطيع في ملف المغرب، يعني ملف المغرب هي علاقات دول فيها خصومات وفيها صراعات وفيها اتفاقات في مواضيع واختلافات في مواضيع. أما الإمارات فهي اخترقت هذه الدولة، وهو نفس الوضع اللي موجود في تونس، وجزئيا في ليبيا، وجزئيا في الجزائر، وجزئيا في المغرب. والدليل أن هذا النظام اللي راه يطلب أحيانا يروح يهدد، وفي نفس الوقت يعني هو خطاب تهديدي خاصة لتونس. تونس كان الخطاب واضح، قالوا لقيس سعيد يا احنا يا شيوخ الإمارات. قيس سعيد فهم الرسالة، لكن حقيقة أن وضع موريتانيا أقوى من وضع تونس الآن، ليس فقط للاكتشافات الاقتصادية الهائلة، ولكن أيضا لعدم وجود قلاقل سياسية
ومساجين وصراعات كما هي في تونس، كاين في موريتانيا أيضا، لكن ليس الحد اللي في تونس أو في ليبيا. إذن ذهب ليطلب من موريتانيا بأن لا تسمح بنشر قاعدة على الحدود الجزائرية، وإذا أمكن أن النظام الجزائري يساعد موريتانيا في إبعاد النفوذ الإماراتي. طبعا أنا أخبرت بهذا الموضوع لكن ضحكت يعني، أو خرجوا أنتم النفوذ الإماراتي من الجزائر قبل، صحيح خذيتوا موقف في قضية شركة التبغ، تأخرتم جدا. يا ريت المساعد يبعث لي مقطع نتاع إحدى القنوات التابعة للعصابة باش نشوفوا واش راهم يقولوا على الإمارات، راك أرسلتوا لي قبل يومين أو 3. تأخرت جدا، لكن خطوة أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي، خطوة في الاتجاه الصحيح. اللي أصح منها واللي يجب أن يتم هو غلق النفوذ الإماراتي كلية، هو إنهاء النفوذ الإماراتي كلية. لأن الإمارات أنا أعرف لو كان جات فقط تنهب البلاد وكما كانت تدير في عهد بوتفليقة ما كنتوش رايحين تتحركوا، لكن الآن جناح تبون بالذات معني بالأمر، وتبون يعرف أنه إذا لم يذهب إلى عهدة ثانية سيذهب إلى السجن، ما عندوش خيارات أخرى كثيرة يعني. فغلق ميناء العاصمة وميناء جنجن هذه ضرورة مطلقة، وإبعاد دبي DPW دبي العالمية للموانئ، إخراجها من الجزائر. إنها ليست شركة موانئ، إنها ليست شركة تجارية، إنها شركة تجسس قبل كل شيء. إنهاء كافة المعاملات معها على المستوى العسكري، ونمر ومانيش عارف وهذا اللي كانت تجيب لكم تاع نفخ العجلات يجب أن تنهوه. إنهاء البنك اللي راه موجود عندها هناك يجب غلقه. فسخ كل العقود اللي ما زالت عندها فيما يتعلق بعقود مباني وعمارات وأراضي. الطلب من الشركات الجزائرية اللي هي كثير منها تاع مسؤولين جزائريين أن تتوقف عن العمل في الإمارات وتروح لمكان آخر، تروح لأي مكان في العالم، لأن هذه الشركات راهي يشتغلوا كجواسيس للإمارات. وضع قائمة بكل المسؤولين المدنيين والعسكريين الذين ترددوا كثيرا على الإمارات في هذه 20 سنة الأخيرة، والنظر في من هو جاسوس، وأكثرهم راهم جواسيس، وأكثرهم راه شدت لهم ملفات. لقد اكتشفتم وأنتم تحققون مع رشيد شواكي ومع آخرين حجم الاختراق الإماراتي، حجم الأموال الجزائرية المهربة للإمارات. وخطوات أخرى تعرفونها ولعلي ذكرتها أكثر من مرة. قطع العلاقات الدبلوماسية حالا. السفارة الإماراتية ليست سفارة، إنها مركز تجسس. والحقيقة كانت تأخذ القرار قبل أشهر عندما ألقوا القبض على 4 إماراتيين، تتذكرون ذلك بمناسبة إسقاط وزير الإعلام سليماني، اللي نشر في إحدى القنوات والجرائد بأنه تم طرد 4 دبلوماسيين إماراتيين لأنهم لقاهم جواسيس يشتغلوا الموساد. الإمارات كلها ما هي إلا واجهة للموساد، لكن أيضا أمراء مستفيدين يعني، ومش الموساد فقط. الإمارات راهي هب متاع منظمات استخباراتية عالمية،
شيوخ الإمارات استفادوا من هذه الأوضاع باش ينشروا نفوذهم في كل مكان وينهبوا أكبر عدد من الشعوب والبلدان خاصة العربية والمسلمة. لكن ماهوش بأمثال هذا العقيد اللي يدعو البوليزاريو إلى وضع قنابل في الدار البيضاء وفي الرباط اللي تمشي الأمور، مش بيه، أو يستهزئ بمالي. اسمع هنا وش يدير. شي اخر انني خايف راني نبات هاك نصفك خايف من المالي. لا عيش تشوف المالي واللي يهددنا، المالي واللي يهددنا. انا البارح قلت نرقد ما نرقدش، بالك المالي دوك يدخل علينا. شراو زوج محيرقات، شراو 4 تاع لي لوندروفير، زوج محيرقات، بغاو يديروا الحرب اللوطون، دابزوا مع فرنسا مع امريكان مع لا سي دي او مع جي 5 ساحل، دابزوا وجابوا واحد الجروب تاع فاغنر باش يعاونهم. قال لك هاو دروك رانا حنا هما لوطون، هيا نزيدو نشروها للجزائر. دونك كلام اللي قالوه بالنسبه للجزائر، وهذا الكلام انا قلت لكم عليه، قلت لكم كاين لاكس دو مال سي الامارات المغرب والصهاينه اللي راهم دو تابي سور. طبعا يقول الشيء وعكسه، من جهة يستهزئ بالمالي وبعد يقول لك كاين لاكس دو مال الاخر. اذا كانوا هذون هما اللي راه يسمع لهم كبار العصابه اللي حاكمه البلاد، ها نبشركم بالغرق. انا خوفي فقط على غرق البلاد، والله انتم غرقكم خير من بقائكم. مالي بالفعل مالي طرد فرنسا، هذه حقيقة، لكن مش مالي اللي طردتها بمعنى أن جيش مالي هو اللي قام طردها. لأن لو كان هذا السفيه وأمثاله يفهموا ما الذي طرد فرنسا حقيقة، هو التواجد الروسي والتركي. وإذا كنا نعرف فاغنر وتكلمنا عليها كثير، هل تعرفوا منظمة شبيهة لفاغنر وهي منظمة تركية تسمى سادات، SADAT بالفرنساوية، ولا بالإنجليزية SADAT، سادات. ابحثوا عليها، اكتبوا سادات وشوفوا من هي هذه الشركة. إنها شبيهة بفاغنر، فقط ماهوش كثير عليها الحديث. موجودة في ليبيا، موجودة في أذربيجان، موجودة في سوريا، موجودة في مالي، الآن في النيجر، في بوركينا فاسو. نفس طريقة الروس اللي بالمناسبة حولوا فاغنر إلى ما يسموه الآن بالفيلق الإفريقي. اللي طرد فرنسا من مالي ما همش الطغمة اللي حاكمة مالي، هي مجموعة دول ساعدت الطغمة، وعلى رأسها تركيا وروسيا خاصة والإمارات. بالرغم من أن الإمارات عندها تحالفات مع فرنسا في كثير من الملفات، لكن من الخلف أرادت طردها، لأن الهدف تاع الإمارات هو الفوضى. كلما انتشرت الفوضى كلما هربت الأموال إلى الإمارات. وجميل طرد فرنسا من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، لكن قبيح جدا أن تستبدل الاستعمار الفرنسي بالروسي أو بغير الروسي. لكن هذه الأصناف نتذكرهم، شفناهم مع أيام القذافي، أيام مبارك، أيام بن علي، هذا فقط في الثورات أو في الانتفاضات. شفناهم أيام صدام حسين، كانوا يخرجوا هكذا ويهدوا أمريكا. هاي الأصناف اللي تغرق الأوطان، من أمثاله هو وبن قرينة وما شابه. هاي وش تقول الآن إحدى قنواتهم، قنوات المخابرات، مؤشرات توحي بوجود غضب كبير من السلطات العليا في الجزائر اتجاه النظام الإماراتي عقب تورط محمد بن زايد في قضايا فساد خطيرة، بعدما سخر كل الشركات الإماراتية المتواجدة في الجزائر لكسر الاقتصاد الجزائري ونهب المال العام وتهريبه نحو الخارج. هي آخر التسريبات الخطيرة التي كشفت عن تورط النظام الإماراتي في إنهاك الجزائر، ليس فقط بمحاولة ضرب علاقاتها مع دول الجوار، بل حتى من
من خلال إفشال اقتصادها عبر شراكة اقتصادية إماراتية جزائرية لم تقدم أي شيء للاقتصاد الجزائري سوى تورطها في قضايا فساد وشبه. صح النوم. بعث لي مساعد من فضلك شعارات تاع الحراك اللي كانت في مارس 2019 ومقطع كنت تكلمت عليه أنا أعتقد في الجمعة الثانية تاع الحراك، وش قلنا على الإمارات آنذاك. الآن باش تفطنوا بعد قريب 5 سنوات. الشهر القادم تكون 5 سنوات منذ أن رفع الشعب الجزائري شعاراته ضد الإمارات. كنت أريد أن أحدثكم على تغيرات في البوليس وفي الشرطة والإيضاحات أيضا، لكن راني نشوف بلي الوقت راهو يزحف. نيتي ألا نتجاوزوا ساعة ونص، لا أعرف إذا كان بقي أقل من 10 دقائق على ساعة ونص، فربما لن يسمح لنا الحديث عن الموضوع كلية، لكن نقول لكم الآن وربما في اللايف القادم إن شاء الله نتحدثوا عليه. تمت الإطاحة لحد الآن على الأقل ب 12 مدير ولائي من مدراء الشرطة. هؤلاء أكثرهم كان تم تعيينهم قبل أشهر فقط. قبل الله صلاة الجميع. إلى تفاصيل النشرة الآن، بداية وعلى إثر حادث سقوط أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الموعد الإخباري. وفي مستهله أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الاثنين حركة في صفوف المدراء المركزيين ورؤساء أمن الولايات. أما على المستوى المركزي فتم تعيين مراقب عام للشرطة نوي وباديس مديرا للأمن العمومي، مراقب الشرطة حسين محمد مديرا للشرطة العامة، مراقب الشرطة فزاع عبد الكريم مديرا للاستعلامات العامة، مراقب الشرطة حسان سيدهم. هذه كانت في جويليا 2023. احنا رانا الآن في فبراير، يعني قبل كم 6 شهور ولا 7 شهور؟ 7 شهور. أغلبية الذين عينوا في جويليا تمت الإطاحة بهم. لماذا؟ لأن في جويليا اللي عينهم هو الجناح اللي كان منتصر، جناح تبون، وخاصة معاه فريد بن الشيخ آنذاك بدعم فرنسي، والآن يتم الإطاحة بهم. من بين اللي سمعتوهم هنا ذكروهم مثلا بزاع عبد الكريم، مراقب شرطة، يحمل هو مراقب شرطة وهو مدير الاستعلامات لرونسينيمون جينيرال، الاستعلامات العامة، واحدة من أخطر المديريات على الإطلاق في الشرطة. تمت الإطاحة به. تمت الإطاحة أيضا بمدير أمن تيبازا، وتم استبداله بمدير أمن قالمة واسمه رحمون. ورحمون هذا واحد من المجرمين الكبار، حتى لما كان في الحراش قبل أن يذهب إلى قالمة، وهم جابوه لتيبازا الآن، لأن تيبازا مكان حساس وحساس جدا، فاسد أخلاقيا، فاسد ماليا، تاع رشاوي، متجبر، متكبر، جاهل، شاري للشهادة الجامعية نتاعو، ومعلومات أخرى كثيرة يعني. تمت الإطاحة أيضا بمراد علالو. إذا رحمون هذا وضع على رأس تيبازا، وتمت الإطاحة بزميله اللي كان على رأس تيبازا، وفي العموم هم 12. من بين أيضا اللي أطاحوا به مراد علالو،
ومراد علالو هذا مدير أمن ولاية البليدة، يبدو المعلومات تقول لي عندي أنه هارب في فرنسا، هرب بعد إلقاء القبض على فريد بن الشيخ والتحقيق معه، هرب وكان من أقرب المقربين إليه، هرب إلى فرنسا وهو ملياردير، ثراء هائل، أكثر هذه الأموال مهربة إلى فرنسا وإلى دول أخرى، لكن كان على رأس ولاية البليدة قبل هروبه. هذا تمت الإطاحة به، تم تعيين أرسلان وهو عميد أول، عين على رأس مطار الجزائر، عين على رأس مدير شرطة الحدود، خلف هذا اللي عينوه مدير عام. كانت كاينة مافيا يرأسها هذا المدير العام علي بدوي نظن اسمه، لما كان هو مدير عام لشرطة الحدود، وكان واضع هذا أرسلان كمدير لمطار الجزائر. الآن اللي كان مدير مطار الجزائر أصبح هو مدير شرطة الحدود، مديرية عامة. بعد أن أصبح مدير شرطة الحدود هو المدير العام للشرطة كلها، وخلفه في المطار عميد أول أيضا واسمه قرماش، وقد كان نائبه، فأصبح هو المسؤول الأول في مطار هواري بومدين على شرطة الحدود. مافيا، مصادري تقول أنهم كانوا مافيا وما زالوا مافيا واحتفظوا بالمناصب لأنفسهم. إن شاء الله في الأيام القادمة تكون كاين معلومات أكثر وتفاصيل أكثر وسنتحدث عليهم إجمالا يعني. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا ألقاكم إن شاء الله في لايف قادم يوم الاثنين بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أريد فقط أن أقول كلمة قبل أن أذهب، باش نذكر فقط إخواننا بأن فيه مسيرة الأحرار يوم 18 فبراير في باريس. العصابة طبعا راهي تخرج في شوية تاع بعض البلطجية وبعض الفوايو وبعض، هذا بالعكس هذا يخدم المسيرة، لأنه باختصار بسيط كلما كان هناك البلطجية تاعهم اللي هما سفهاء وتافهين وشفنا النيفو تاعهم عدة مرات، كلما كان هناك ظهور أكثر وبروز أكثر وحضور أكثر لمسيرة 18 فبراير. يجب أن تبقى جذوة الحراك قائمة، لأنه سيعود بإذن الله وسيعود بأقوى ما كان، لأنه بعد الله سبحانه وتعالى إذا لم يكن هناك حراك شعبي يحرر البلاد، بكل اختصار وبكل أسف نقولها لكم، البلاد رايحة للهاوية. هذا مش تخويف، هذا جلب انتباه، هذا إنذار مما هو قادم، وراكم تشوفوا كل مرة الأمور كيف تتهاوى. ومع هذا التوحش اللي راح على المستوى العالمي منذ الكورونا ثم حرب أوكرانيا ثم الآن حرب غزة، العالم سيكون أكثر توحشا. ليس بهؤلاء السفهاء تنقذ البلاد، إنما بالأحرار الذين يحبون الوطن ويحبون شعبه، والذين يعملون كل شيء باش تتحرر البلاد وتسترجع قوتها ونهضتها واستقلالها بحق، وتساهم في بناء اتحاد مغاربي يخدم المنطقة ككل ويواجه التغلغل سواء الصهيوني أو الإماراتي أو الروسي أو الإيراني أو التركي أو الفرنسي أو الأمريكي أو الصيني أو غيره. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.